تعرفي يا روحي الإمام علي بن أبي طالب كان متجوز كام واحدة؟ متجوز كام واحدة؟ روح شارك يا اخويا في نص غزواته وبعد كده اتجوز لحد ما تشبع. ده انت قفلتني منك يا شيخ، والله لا سايبالك الأوضة وطالعة. وبعدين يا اخويا بدل ما تقولي متجوز كام واحدة، روح حرر القدس ودافع عن فلسطين يا ابو الغزوات. كان يوم اسود يوم ما اتكلمت معاكي يا شيخة. ونسيت اقولك بقى ان الامام علي خلع باب خيبر، انما بقى انت وابنك لو اتقفل عليكوا باب الحمام ما بتعرفوش تفتحوه. ايه الحزن المغلي ده؟ يا ريتني ما سألتها، كنت اتشلت في لساني قبل ما اسألها. اه صح، ونسيت اقولك ان الامام علي كان بيصلي لوحده في الصحراء ويقيم الليل، انما انت بقى لو شفت فار ولا صرصار في المطبخ بتشخ على نفسك. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه اتشليت يا ابو الغزوات؟ The next morning. عاملة ايه دلوقتي يا روحي؟ اهو الحمد لله يا حبيبي. بقولك ايه يا روحي، هو الواحد لو عمل مشروع والمشروع ده طلع فاشل يعمل ايه؟ هي دي محتاجة كلام؟ يعمل مشروع تاني يا حبيبي. طيب والمشروع ده لو كان ناجح يعمل ايه؟ هي دي محتاجة كلام؟ يعمل مشروع تاني وتالت ورابع. طيب ايه رأيك انت بقى في مشروع جوازنا، فاشل ولا ناجح؟ يا ابن الورمة بتشغل دماغك عليا. ما انا لو قلت له مشروع جوازنا فاشل هيتجوز واحدة تانية، وفي نفس الوقت لو قلت له مشروع ناجح هيعمل مشروع تاني وتالت ورابع. ايه يا بنتي سرحتي في ايه؟ هنقعد لبكره لحد ما تردي؟ ابا ابا ابا. يا لهوي الولية اتخرست علشان ما تردش عليا. قم بحفظ الفيديو ثم فتح تطبيق كواي لمشاهدة المزيد من الفيديوهات المميزة.